السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. الجزء الثامن من المصطلحات القانونية، واتكلمنا في جزء معين أخير. كان في فيديوهين قبل ده اتكلمنا فيهم عن البراءة، وقلنا إن هي سقوط العقوبة عن المتهم، واتكلمنا عن الإفراج وقلنا إن الإفراج ده إفراج شرطي نظير مبلغ مالي، وممكن يكون بدون مبلغ مالي. والنهارده بنقول لك على اطلاق السراح. قلنا معنى البراءة وقلنا معنى الافراج في الفيديوهات اللي فاتت. النهارده بقول لك يعني ايه اطلاق السراح. اطلاق السراح ده يعني المتهم تمت ادانته واتحكم عليه بمدة معينة، وقضى المدة المعينة دي وخلصها. بعد ما بيخلصها مصلحة السجون بانتهاء المدة بتعمل اطلاق سراح للمتهم او للسجين اللي كان عنده او اوفى المدة بتاعته. يبقى اطلاق السراح يختلف عن الافراج ويختلف عن البراءة. البراءة ده ما اتحبس خالص، ده ما ثبتتش في حقه التهمة. الافراج ده سابوه لحين ما يتم الإكمال التحقيقات أو ظهور أدلة جديدة أو الوصول لحقيقة الأمر. لكن إطلاق السراح ده الواضح منه إنه خلاص ده الشخص اتدان وثبتت إدانته واتحكم عليها بعقوبة ونفذ العقوبة. انتظروني في الفيديو اللي جاي وأقول لك إخلاء السبيل.